بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا على قناة الباهية كيتشن. أحبائي المتفرجين، صحة عيدكم وعقوبة العام الجاي إن شاء الله نكونوا خير من هذا العام. حبيباتي أحبابي في الله، راني غبت عليكم هذا شعال، واليوم إن شاء الله راني ديتكم باش تشوفوا معايا واحد بلاصة شابة جاية في وهران، غادي تكتشفوها لأول مرة. نشكر كل المشاركات اللي راهم معايا عبر الانستغرام وصفحة الفيسبوك اللي كانوا راسلوني وسقسوني على الغياب تاعي. نقولهم ما تتهولوش عليا، الحمد لله راني في رحمة ونعمة. كنت لاهية شوية مع بعض المهرجانات والمسابقات، مع علم أخواتي باللي راني نطور في القدرات تاوعي. طلبوا لي إن شاء الله التسهيل، وإن شاء الله راني نفيدكم بكل ما هو جديد في هذا الميدان. وهذا الميدان أختي وأخي المتفرج نقصد به ميدان الطبخ والحلويات والمخبوزات، بلا ما ننسى السياحة المحلية إن شاء الله وبحول الله. إذا كان ربي قدرني إن شاء الله بدعواتكم فكونوا في المتابعة، وما تنسوش القناة بالإعجاب وتقاسم الفيديو مع الأحباب والأصحاب، هكا باش الناس تستفاد، انتي تستفادي واللي معاك يستفادوا. على بالي بلي راني شوقتكم في هاد بلاصة، راكم تحوسوا ديكوفروها وينها جاية، راكم تقولوا هاد بلاصة اسكو غالية اسكو رخيصة اسكو فيها الهراج اسكو. دوك انا نحكي لكم كاع لي ديتاي تاع هاد بلاصة. بون هاد بلاصة جاية في وهران، ماشي بعيدة على وهران، تاع واحد الإنسان اللي يستاهل الشكر والتقدير والاحترام من عندي أنا خاصة، على خاطر خمم في العائلات وخمم في الناس المريضة، الناس المهمومة والعائلات اللي ما يبغوش الهراج، خمم في البنات اللي يكونوا مع بعضياتهم وما يبغوش بلايص كيما نقولوا حنايا بلايص مدهوصين، يبغوا يكونوا في بعضياتهم. هذه البلاصة هنايا راكم تشوفوا فيها جاية على واجهة البحر، فيها راكم تشوفوا هاد الكراسة، هذا طوابل الناس باش تريح وتكون هكا في راحة تامة مع النفسية تاعها. اما لا تبعوني ونحكي لكم لي ديتاي اكثر من هذا الشيء. بون هاد البلاصه راني غادي نعطيكم العنوان تاعها، راني غادي نقول لكم على السومه تاعها، وراني غادي نقول لكم كيفاش تروحوا باش توصلوا لها. وحاجه واحده اخرى، راني نقول لكم باللي هذا الانسان راه عاد مبتدئ في هذا المشروع، ربي ان شاء الله يرزقه من حيث لا يحتسب، على خاطر راه داير كل المجهودات تاعه هكا باش يوفر الراحه والطمانينه للزائر. كأسرة وهرانية مازال عنا الحرمة، مازال عنا الحشمة. ما نسوش باللي احنا كعائلة جزائرية عنا مازال عنا الاحترام، مازال عنا عادات وتقاليد، وعنا دين إسلامي اللي هو ديننا اللي نتبعوه. عليها كاين شي عائلات اللي نقولوا احنا الزوج ما يبغيش الزوجة تاعه تكون في بلاصة هراج، وما يبغيش بناته يكونوا في بلاصة تاع الاختلاط، يحوس على مكان محتشم اللي يدي فيه العائلة تاعه
تاعه باه يبدلوا شويه ويقلعوا ضيقه الخاطر. اما لا، انا ننصحهم بهذه البلاصه وبهذا الانسان اللي هو والجماعه تاعه، يعطيهم الصحه وربي يبارك لهم ان شاء الله في رزقهم. اما انا نقول لكم يا جماعه الخير، انا نخليكم تتمتعوا بهذه الاصوات وتتمتعوا بهذه الصور الجميله وتتمتعوا بهذا المكان، على خاطر اللي راهم متواجدين هنا على مستوى وهران. على بالي باللي غادي يزوروا هذه المنطقة، بصح اللي راهم بعاد ان شاء الله انا ننصحهم باش يجوا يبدلوا على خواطرهم شوية، سيرتو هذه الفترة تاع امتحانات. كي يكملوا الامتحانات، اللي عندهم دراري اللي عندهم الصغار يكملوا، يجوا يديروا يرفهوا على رواحهم. مين داك ليكن في علم الزائر اللي يروح لهذا الجاردن، هذه الحديقة، ماذا به يدي معاه الماكلة، على خاطر هاد لوندغوا هاد بلاصة مكاش حوانيت اللي يبيعوا الماكلة ولا دي غوستورون. كاين غير كيما هاد الحديقة يبيعوا فيها غير القهوة ولا تاي ولا المشروبات الباردة منها ليجي ولا المشروبات الغازية، وكاين الحلويات. اما بالنسبة للمأكولات مكانش، ماذا بيكم كي تروحوا تدوا معاكم.
الو خويا الحسرة عندك ماني سمع فيك. خممها عندك اكيد شباب. اختي المشاهده، اخي المشاهد، راني غادي نقول لكم باللي هاد الحديقه راها متواجده بالمنطقه الشرقيه لوهران، عند خونا ابو ادم. راني غادي نخلي لكم كل التفاصيل في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف يضغط على العنوان، غادي يخرجوا له كل التفاصيل. بالتوفيق وحظ موفق. سلام.